ازيكم شباب، عاملين ايه؟ معاكم علاء. في فيديو النهارده هنتكلم عن انك انت ازاي تعمل تريتمنت ناجحه تبعتها للايجنسي او للكلاينت انت شغال معاه على بروجكت. الشكل الطبيعي اللي بنشوفه في الغالب للتريتمنتس بيكون مثلا اغلب الدايركتورز بلاقيهم عاملينه بيحطوا شويه صور فوق بعض، يكتبوا في الجنب ديسكريبشن بسيط لكل حاجه. انا عارف ان الطريقه دي شغاله، ايوه في ناس كتير قوي بتعملها وبتبيع بيها شغل كتير قوي، بس النهارده يعني نيجي للحاجه المهمه واللي هي الفيديو بيتكلم عنها. يعتبر انا معايا ابلكيشن، او مش هو ابلكيشن، هو ويب سايت اسمه ميلانوت، وفي منه برضو فيرجن تانية ابلكيشن وكده. ده تقدر انك انت تعمل منه تريتمنت مود بورد. لو انت بتبلان لحاجة، يعني ده حتى شكله ظريف الطف بكتير من الطريقة القديمة. حتى اما تبعت منه مثلا لينك او حاجة للكلاينت بتاعك باسم البروجكت ويكون فيه كل حاجة وكل التخطيط لكل حاجة، هيكون شكله افضل بكتير. يعني انا حتى برضو كمان لما كان بيجيلي حاجة اصورها او كده، يعني مثلا كانت اخر حاجة كنت مصورها ميوزك فيديو بتاع هادي معمر اللي هو تعرف تجري ده، عامة يعني كان شكل المود بورد والتريتمنت وكل حاجة والتخطيط ليوم التصوير بالميعاد. هتلاقي جوه اللينك بقى ريفرنسز كلها، وحتى الفيديوز اللي انا كنت حاططها وعامة صور كمان شبه الفيلمات اللي احنا هناخدها، والسكاوتنج والستايلنج وكل حاجة كانت متقسمة بشكل افضل بكتير. ودي يعني انصح بيه لاي حد عامة شغال في الميديا عامة في مصر او في اي حتة في العالم. وبره اصلا بدأوا، لقيت ناس كتير قوي بدأت تشتغل بيه برضه وهكذا، واختراع عبقري من الاخر. هو بس في مشكلة ممكن تواجه كذا حد باشتراك بيت عشان تاخد كل الفيتشرز اللي فيه، انك تعمل حاجات اكتر، عمل زي جوجل درايف كده لما بتشتري فيه سبيس او حاجه. فهو كان تقريبا كلف عليا قيمه 400 جنيه مصري، مش فاكر كان كام بالدولار، بس انا فاكر ان انا كنت دافع اتخصم من الفيزا 400 جنيه، زيه زي اشتراك فيميو بلس تقريبا، مش بعيد قوي يعني. عامه يعني جربوه وقولوا لي في الكومنتس افضل ولا لا، وحتى هتلاقوا فرق فيه في الشغل كتير. اعمل لايك وسبسكرايب في الشانل لو مش عامل. مع السلامه.